العجوز والحلم الضائع. عاش رجل يدعى حسناً، كان معروفاً بحكمته وصبره، لكنه كان يحمل في قلبه حلماً كبيراً لم يخبر أحداً به. منذ شبابه كان يحلم بأن يسافر إلى المدائن البعيدة، أن يكتشف أماكن جديدة، أن يجلس على ضفاف الأنهار ويتأمل في بلاد لم يذهب إليها من قبل. لو أعجبك الفيديو فلا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. دعمك يفرق معنا ويساعدنا على الاستمرار وتقديم محتوى مميز لك. وإذا كان لديك رأي أو فكرة فاكتبها لنا في التعليقات، فربما نعرض تعليقك في الفيديو القادم. لكنه كان يقول لنفسه دائما: ما زلت صغيرا، سأبدأ عندما أؤمن مستقبلي. كبر حسن وتزوج، ثم انشغل بتربية أبنائه، وكان كلما فكر في تحقيق حلمه وجد مسؤولية جديدة تثقله، فيقول: سأسافر عندما يكبر أولادي ويصبحون قادرين على الاعتماد على أنفسهم. مرت السنين، كبر أولاده وتزوجوا، وأصبح لديه أحفاد، لكنه وجد نفسه يقول من جديد: سأسافر عندما أطمئن على أحفادي وأراهم يكبرون. وهكذا ظل يؤجل حلمه مرة بعد أخرى، حتى بات شيخا طاعنا في السن، بالكاد يستطيع المشي لمسافات طويلة. في أحد الأيام، بينما كان جالسا أمام منزله يراقب غروب الشمس، شعر بحزن عميق يغمر قلبه. أدرك أنه لم يعد قادرا على السفر، وأن كل تلك السنين التي قضاها في الانتظار لم ترجع له شبابه، بل سرقت منه الحلم الذي كان يملأ قلبه بالحياة. ذات مساء، اجتمع أهل القرية ليستمعوا إلى حكمته كما اعتدوا، لكنه هذه المرة تحدث بصوت حزين: يا أبنائي، كنت أظن أن الحياة طويلة وأن الوقت سيكون في صفي دائما، لكنني كنت مخطئا. كنت انتظر الفرصة المثالية، لكن الحقيقة أن الفرص لا تأتي لمن ينتظر، بل لمن يسعى إليها.